معذرة يا رفاق، لقد تأخرت قليلا. طلع سيفون اللي كان مغمى عليه، وبعدها نط من فوق الوحش بسرعة، تاركا الهدف إلى يون، وهي أطلقت سهمها السحري اللي كانت شحذته، والهجوم بمجرد ما وصل له سبب انفجار. السهم اللي أطلقته دمر المكان وقضى على جولم الحمم تماما. ما كانوش مصدقين إنهم قضوا أخيرا على الزعيم، ويون اتقدمت هي وسفين وسألتهم لو إنهم بخير. فضلوا يمدحوا فيها جدا، وهي عبرت بتواضع على إن اللي عملته كانت مجرد حركة صغيرة اسمها الحركة النهائية. جين كان واقف، والسيناريو اللي حصل قدامه لاحظ إنه مختلف شوية عن اللي حصل في الحبكة الأصلية، وده لأن صورة سفين ما تشوهتش تماما، ومع إن مش باين عليه أي علامات افتعال للمشاكل، لكن ده برضه مش بيخفي حقيقة إنه عقد صفقة مع الشيطان، وده الحقيقة موتر جين أكتر، لأن كده هو مش عارف إمتى هيصاب بالجنون. وقتها يون أخدت بالها منه، وأما شافته قاعد لوحده فكرت تروح له لأن عندها كلام عايزة تقوله. بص عليها أما ندهت عليه، في حاجة عايزة أقولها لك، واتلعثمت وهي بتشكره، وهو لأنه استغرب من شكرها ليه سألها بتلقائية عن اللي قالته. اتضايقت جدا وعرفته إنها مش هتعيد كلامها مرة تانية. هو كان سمعها لكنه كان مستغرب. فعلى حسب اللي فاكره حياة يون مليانة بالمآسي، وأول فترات حزنها كانت في عيد ميلادها السادس، لأن ده هو اليوم اللي فقدت والدها فيه، وكان السبب شيطان بشري، والحدث ده خلاها تصمم على إن تبقى بطلة. ففي الوقت اللي كان الأطفال التانيين بيلعبوا فيه هي كانت بتتدرب بعزم جديد، وعزلتها المطولة خلتها ما تكونش صداقات عميقة حتى مع أصدقائها، وكانت شايفة إنها لو فتحت قلبها لأي حد فكده الشخص ده هيكتشف نقاط ضعفها، وده خلى كتير من زملائها ما يسمعوش شكر أو أي امتنان منها. وطبعا ما فيش ناس هيقفوا جنبها لأنها مش بتمتلك أصدقاء حقيقيين. وأنا باعتباري مؤلف لازم طبعا أستغرب شوية، فده تغيير واضح جدا على شخصية يون. وقتها يون سألته عن السبب اللي خلاه يسيب جماعة شين تضايقه. فأنت قدرت توقف جولم الحمم، واللي معناه إنك بتمتلك القدرة والمهارة، ليه سبتهم يتنمروا عليك وما اتغلبتش عليهم؟ وهو قال لها حتى لو حاولت برضه مش هعرف اتغلب عليهم. استغربت وقالت له انها شافت قوة المسدس اللي معاه. بتتكلمي عن ده؟ على فكرة ده مسدس حقيقي. اتفاجئت انه معاه مسدس حقيقي في المكعب، وقالت له لو تم اكتشافه من قبل المسؤولين على طول هيتعرض للطرد. وهو قال عشان كده انا بستعمله وقت ما بحتاجه بس. في الاول جين كان بيخبي السلاح في جيبه، لكن دلوقتي بقى قادر يخفيه في ختم الاثر، وده مخليه يطمن شوية من فكرة تعرضه للطرد. هي كانت متفاجئة ان سلاحه قوي جدا مع ذلك، وسألته لو انه بيمتلك مهارة بتقوي سلاحه الناري. مرضاش يجاوب على اي حاجة كعادته، وهي مشيت وسابته لان توقعت الحركة دي منه. بعدها وقفت تاني وسألته لو انه عنده حاجة عايز يقولها لها، واللي هي كانت عايزة تسمعه اعتذار او تبرير بسبب اللي قاله وقت ما ذكر اخوها. ورد جين كان لا، كان شايف ان هو لو اعتذر دلوقتي ففي احتمالية كبيرة ليها ان تسامحه، وهو مش عايز ده يحصل. فهو مش عايز علاقتهم هما الاتنين تتحسن، لانه ناوي يقتل اخوها شيء الذي تعرض للاثر الشيطاني. يون كان باين انها منزعجة، اما سفين فكان باصص عليها بشخصيته المتغيرة. فهو حاليا زي ما انتم عارفين تعاقد مع الشيطان. بعدها سمع صوت عالي في الزنزانة بيأمرهم كلهم بالخروج. انتباه على جميع الطلاب، الرجاء ايقاف الانغماس في الغارة والخروج من الزنزانة بأسرع ما يمكن. وبعد الحدث ده المكعب أعلن على إن اللي حصل في الزنزانة كانت مشاكل ليست في الحسبان. قالوا لهم إن الكاميرات جوه الزنزانة اتعطلت وغزت وحوش حقيقية الزنزانة الاصطناعية، والمسؤولين هنا أدركوا المشاكل دي بعد فوات الأوان. ورغم وقوع حادثة خطيرة إلا إن ما حصلتش أي إصابات، وإحنا بدل ما هنبعت وكالة خارجية تتحقق من الأمر. المكعب أكد إن الطلاب هم اللي هيتحققوا في ده بشكل مستقل، وجين كان قاعد ومش عاجبه اللي بيحصل. فهو عارف إن الأوامر دي قرارات شياطين بشرية، ناس بيشغلوا مقاعد تنفيذية في الكيوب وبيتستروا بشكل مقصود على الحادثة. وبناء على معلوماته هيحصل تحقيق واسع النطاق في الحادث اللي حصل في الفترات القادمة من الرواية. وحاليا صاحبنا جين مستغرب من السبب اللي خلى سين ما يتحولش لهيئة شيطانية. بناء على معلوماته فالآثار الجانبية للتعاقد مع الشيطان هي إن بيحصل تضخم للعواطف وازدياد كبير جدا في الهوس. وأسوأ سيناريو ممكن يحصل لسفين لو خرجت عواطفه عن نطاق السيطرة هو إنه بالتأكيد هيقضي على يون. وجين عشان يمنع السيناريو ده في وقت مبكر قرر يتحقق من علاقتهم مع بعض، وفتح واحد من المواقع المميزة اللي بقى قادر يدخل عليها، وخليته يقدر يبص على رسائل الأفراد الخاصة. كان حاسس بالذنب وهو بيعمل كده، لكن كان عارف إن مفيش أي حل تاني يعمله. وأول حاجة عملها هي إنه دخل على رسائل يون، ساب كل الناس اللي عندها اللي هي كلمتهم وحط انتباهه كله على سفين. وبمجرد ما لقى إن سفين ذكر نادي الصيد على طول افتكر إن في الحبكة الأصلية ده هو اليوم اللي سفين فيه هيجن جنونه. والجن أخذ قراره باتباعهم وفكر إنه هيعمل حسابه كويس، وإن وقتها ممكن يروح لزنزانة جبل غيري. وقتها هو قاعد ما كانش باين إنه مبسوط، أما لقى رسالة وصلت له من كيم سوهو، وفكر في السبب اللي مخلي شخص زيه يتواصل معاه. وكيم سوهو في الناحية التانية سأل جن لو إن عنده شوية وقت يوم الجمعة. أنا عندي حاجة لازم أطلبها منك يا جن. بعدها في جبل غيري، المكان اللي في جانج وون دو الذي يحتدم بالطاقة النقية الروحية، والسبب كون المكان ده مشبع بالطاقة دي ده خلى فنان الدفاع عن النفس يطلق على جبل غيري لقب ميكا التدريب. وعموما مش بس ممارسين الفنون القتالية اللي بييجوا لجبل غيري، وبدأ من مواجهة الوحوش في بعض الأشخاص بييجوا المكان ده عشان يبحثوا عن أشياء ثمينة مدفونة، زي أنا حفار الجينسينج يونجو. فهمتك يا سيد حفار، ودلوقتي هل ممكن أعدي؟ وقتها الراجل قال له إن هو شافه وهو بيدور في الخريطة، وإن بالطريقة دي مش هيلاقي أي حاجة للجينسينج. وجين قال في سيد حفار جينسينج واحد هنا، والشخص ده هو أنت. أنا مش بدور على الجينسينج، الفكرة كلها إني بدور على مكان معين. ويونج رد عليه طبعا كل الشباب اللي بيجوا هنا بيقولوا كلام مشابه للي قلته، ولو أنت عايز تنغمس في النشاط التجاري ده. وجين استناه يخلص كلامه مع إنه ما كانش عايز يسمع ولا حرف منه. وبعد ما انتهى
وفعلا وجين مشي، يونج فكر انه شخص مبتدئ وان لسه قدامه طريق طويل يقطعه. في اللحظه دي جين كان يكعبل، ويا للصدفه ما بص فهو لقى قدامه جذور الجينسينج. ما عداش كتير وكان اكلها، وما كانش متوقع انه هيلاقي جذر الجينسينج اللي عمره 7 سنوات بالسهوله دي. وبنعرف ان قبل ما ياكله عدل على الاعدادات وزود من الاحصائيات المتغيره بمقدار نقطتين لمده 30 دقيقه، وبعدها افتكر انه كان غبي اما اكلها، لان كان ممكن لو باعها يربح ما لا يقل عن 700 مليون وون. واثناء ما بيفكر في الخساره الفادحه اللي عملها، رجله انزلقت وكان هيقع من على الحافه. وجين كان بيعدي على حواف ضيقه مع ارتفاع عالي جدا، وفكر ان محدش اكتشف المكان ده بسبب انه خطر جدا. باعتباره كاتب الروايه، بناء على معلوماته بنعرف انه بمجرد ما يتخطى كل الكروم والطحالب هيلاقي زنزانه الاوند. وفعلا نجح ولقاها. وزعيم الزنزانه دي هو وحش من الدرجه الاولى ومعروف بفارس الموت. ومع ان جين رفع من احصائياته باستعمال الجينسينج، الا انه مع ذلك عارف انه مش ندي فارس الموت في الوقت الحالي، ولكن برضه قرر يدخل الزنزانه. وعلى بوابه الزنزانه ظهرت ايد من تحت الارض، وظهر بعدها العديد من الكائنات الهيكل العظميه. جين ما تراجعش واستعمل ختم الاثر، وكونه موجود هنا مش عشان يستهدف الزعيم، وهدفه كان المرحله المخفيه من الزنزانه. في اللحظه دي الوحوش قربت منه جدا، وجين كان استدعى نسر الصحراء ووجهه في بوق اول واحد قرب، وثم تحول الى اشلاء وقعد بسرعه يسيبهم بطلقاته مشبعه بالمانع. وبعدها استعمل قدره الاستبصار وقدر يحدد المسار المناسب. عبر بسرعه على امتداد المسار، ولانه كان فوقيهم شاور نسر الصحراء ناحيتهم، والمكان كله اضاء من تاثير طلقاته مشبعه بالمانع. وما توقف عن الاطلاق كتنين انتهى من نفس نيران، ما بقاش في اي هيكل عظمي حواليه بيتحرك. ولاحظ ان كل ما تقدم قدام اعداد الاوند في ارتفاع مستمر، وده خلاه يعرف انه قرب من مسكن ايفنجل. الساحره ايفنجل هي الزعيم المخفي في زنزانه جبل غيري، وفي المستقبل الساحره دي هتنشئ قلعه ايفنجل، اسوأ قلعه اوند في التاريخ، ومكانها هيكون في معبد مهجور في سون. وجين عارف ان لو ده حصل هيبقى صعب جدا على حد يهزمها. اما سبب استهداف الايفنجل النهارده فهو بسبب ان لو هزمها هيقدر يحصل على عنصرين محتاجهم. الاول سلاح النمو المعروف بالاسير، والعنصر الثاني هو بذور ايفنجل. والسلاح الاخير ده هو اللي خلى الشيطان البشري تومر يبقى مديرا للشر. وجين فكر انه مفيش عناصر افضل من العناصر دي اللي هتخليه ينمو بسرعه. وقتها جوه الزنزانه وصل عند مدخل تاني واستعمل قدره الاستبصار. رؤيته امتدت للداخل لحد ما وصل عند شجره تحت منها الساحره اللي بيدور عليها، وفكر ان هيكون من الصعب يتعامل مع الساحره الناضجه، فالاولى هيكون انه يقضي عليها دلوقتي حيث لا يزال جسدها وذكائها غير مكتمل. اما لقى انها اخذت بالها منه حس بالاسى شويه على اللي هيعمله، لكنه افتكر ان الشيطان البشري تومر عملها وان هو الشخص اللي محتاج يقضي عليها. فقرب منها وهو بيقول انا اصلا اللي صنعتك، لانه كان عارف انه مستحيل يقتل ساحره في هيئتها الروحيه بضربه واحده بس بالمسدس. اخذ قراره في الحاله دي باطلاق العنان لختم الاثر، وحول القوه السحريه الموجوده في الاثر الى رمح من النور كان مدعوم بجذور الجنسين، ورمى الرمح بقوه ناحيتها، وحصل انفجار ضوئي في المكان اللي استهدفه. وبعد اختفاء النور اتفاجئ انها لا زالت على قيد الحياه. ما كانتش على قيد الحياه قوي يعني، فطاقتها بدات تتبدد وجسمها هو كمان اتفتت لحد ما تلاشت تماما. ومع ان جين هو اللي عمل الشخصيه، الا انه ما كانش مبسوط لما شاف ده بيحصل قصاد عينيه. وبعدها ظهرت له نبته ايفنجل، بذره بتحتوي على روح ايفنجل الساحره، وانها لو اتحولت لنبته فهي هتولد ساحره اليأس ايفنجل. بعدها طلعت له معلومات عن الاسير، عارف انه سلاح ملهوش شكل معين وبيكون ملتصق بصاحبه او بسلاحه ويعمل على تقويه اساساته. الاسير من نوعيه المواد اللي بتنمو، غير ان ممكن يحوله لاي سلاح. عدى الوقت وجين كان رجع، وظهرت له نافذه بازدياد جميع احصائياته متغيره بمقدار 6 من 10، وان ده حصل بسبب تاثير سلاح الاسير. ومعلومه بتاكد له ان الاسير هيفضل ملتصق بيه مش هيتغير. وجين انبهر جدا من ارتفاع احصائياته، وشاف الاسير بيطفو حواليه بلون مميز كان بيتحكم فيه وفق ارادته، واتمنى ان قدرته تتحسن مع الوقت. وبفضل ارتفاع الاحصائيات الاخيره شاف ان كده اخيرا قادر يسمي نفسه طالب في اكاديميه كيوب. وبعدها قال حصلت على 47 نقطه قصه، وبما اني حطيت الجنسك المتبقي على جمعيه فيوليت فانا لازم ابيعها قريب، واهم حاجه كسبتها حاليا هي بذره ايفنجل. كان شايف ان ساحره اليأس اسم شرير جدا، لكنه كان متاكد انها لو نمت كويس فهي هتبقى حليف رائع ليه. وقتها بذره ايفنجل نمت بشكل بسيط، وكان عارف انها مش بتتروي بالميه وبتتروي بكميات صغيره من الدم، ولكن بما ان طبيعه الساحره واتجاهاتها بتتغير اعتمادا على نوعيه الدم فهو لازم ياخد حذره في نوع الدم اللي هيغذيها بيه. وقتها فكر انه هيروح لطلاب من فئه فيرتاس وهيطلب منهم يدوا دم، وما سرحش في افكاره اكتر من كده لانه عارف ان الفكره دي توابعها غبيه. وقرر ان حاليا هيحطها على جنب وهيفكر بعدين في طريقه يحصل بيها على شويه دم منهم. قفل الحاسوب لان حس بالنعاس، ولان بكره اليوم هيبقى متعب جدا. فبكره هو يوم نادي الصيد، اليوم اللي سفين هيجن جنونه فيه، اليوم اللي بعده الصبح في ينابيع بيوكبا. المسؤوله اللي هناك سالت لو ان كل الموجودين اتجمعوا. بتهيالي دي هي المره الاولى اللي نجتمع فيها من اخر مره. واسمحوا لي اشرح لكم الهدف من نادينا مره تانية. نادينا نادي الصيد، واللي اسم اليونيداس بيحصل فيه تجمعات صيد منتظمه بنبحث فيها عن الحيوانات الضاره لمساعده المواطنين كهويه ومنفعه عامه. هي قعدت تشرح لهم اللي بيحصل، وزيك كان بيفكر في احداث الروايه. وبناء على معلوماته النهارده المفروض يون تصاب بجروح خطيره وسفين يموت من اعقاب اهتياج الشيطان البشري. ومفروض يكون الحادث ده مش اكتر من مجرد مؤامره لجعل كيم سوهو يهتم اكتر بالطالبه يون. وعارفين افراد الجماعه الشيطانيه ما كانوش بيستهدفوا يون او حاجه، وجين هو اللي خلاهم يعتقدوا ان الشياطين البشريه بيستهدفوا يون
يون عشان بس يخلي الكل يحموها لحسن سفين يتحول بشكل مفاجئ. والحاجه اللي مخليه جين منزعج هي ان اعدادات سفين مختلفه عن الروايه الاصليه، فكان مخيف وقت ما استعمل قوه شيطانيه بشكل طفيف وقدر يتحكم فيها. فكل اللي جين بيفكر فيه حاليا هو ان يخرجه بره. كان باصص عليهم وهو بيفكر، ويون اخدت بالها منه. كانت مستغربه ان هو بيبص عليها، لكن في نفس الوقت ما جت تتكلم معاه ما كانش مديلها اي اهتمام. سفين هو كمان لاحظ نظراته ونبه على يون تاخد بالها. انا اخد بالي من الشاب ده؟ ايوه طبعا تاخدي بالك، فانت عارفه في حوادث اختفاء حصلت في الاونه الاخيره. وهي ردت عليه بكل ثقه وقالت له ان جين مش من الشخصيات اللي ممكن تعمل حاجه زي كده. وبعدها المسؤوله طلبت منهم كلهم يتحركوا، وجين طبعا كان حاطط عينه على سفين ويون. بعد ما مرت دقايق وهم موجودين في الغابه، طاقه شيطانيه قربت من الغزاله واخترقتها بشكل عنيف، واجزاء تانية منها حوطتها وكانت بتعصرها. وبعدها بنعرف ان الشيطان البشري سفين هو اللي تسبب في ده. وقتها يون ندهت عليه، فبسرعه اخفى جانبه الشيطاني. كانت جايه ومعاها صيد اصطادته وقالت له انها فازت في الرهان، ولكن اتفاجئت لما لقيته اصطاد كميه كبيره جدا من الغزال. عرفت انها كده خسرت الرهان وسالته عن الحاجه اللي عايزها طالما هي خسرت، وهو بكل توتر طلب منها تخرج معاه. جين كان بيراقبهم من خلف الاشجار وذكر ان سفين تعاقد مع شيطان الشهوه اسمودوس، وكان مستعد لان حاسس انه ممكن يتحول قريب. بالعوده لسفين مره تانية ما سالها تخرج معاه، هي كانت متفاجئه ان قال كده، ولانها وقفت شويه من غير ما تقول حاجه سالها لو انها مش عايزه، وهي ردت عليه قايله له طبعا. هل ممكن تخرج مع شخص لسه متعرف عليك من اسبوع؟ اكشف يا سفين عن الطبيعه الحقيقيه للشيطان البشري. اما يون فكملت وقالت انها كمان بتحب الرجاله الاقوى منها، وكلامها كان مفاجئ جدا ليه، فاللي قالته رفض صريح وقاطع، ومشيت وهي بتتاسف له. وهو قال طالما كده هل هتعجبي بيا لو بقيت اقوى منك؟ وانقض عليها بالافرع الشيطانيه المسننه. حصل عفره وغبار في المكان، وهو اتفاجئ بعد ما الغبار تلاشى. فجين اتصدى لهجومه عن طريق تشكيل عنصر الاسير لدرع. التفت وراه عشان يطمن على يون، ولكن سفين طيره بالافرع الشيطانيه، ولانه كان منشغل بجين حاولت تستعمل القوس بتاعها، ولكن للاسف القوس كان مكسور. يون ما تراجعتش وقررت تستعمل طاقه المانع، خلتها تتخذ هيئه حاده وقطعت بيها واحد من افرعه. وقتها كان مجنون وقعد يقول لها انه بيحبها، ده خلاها تنفعل اكتر ووصفته بالوغد وهي بترفع من قوتها. وجين المتشعلق من رقبته بيكافح اتفاجئ اما لقى ضوء ساطع جدا جاي من ناحيتها. قوه الضوء كانت في ازدياد، وما يحدث هو انه في بعض الاحيان بيكون في عدد قليل بس من الشخصيات ذات الامكانيات الكبيره في العالم، اشخاص ما بيقدروش يبرزوا امكانياتهم الكامله بسبب اختيارهم لاسلحه مش مناسبه معاهم. واستطيع ان اقول بانها اعظمهم جميعا. فخنجر المانا الصغير اتحول لسيف عملاق اسطوري، وبكل غضب امرته يسيبه. المشهد كان مهيب جدا لجين. اما للشيطان البشري فده اشبه بالكابوس، وضوء ساطع ملا ارجاء المكان. هجومها دمر كل جزء لمسه، الى ان تفتت تماما الشيطان البشري وقوتها رجعت لحجمها الطبيعي مره تانية. انت يا مجنونه، ايه السيف الضوئي اللي شكلتيه من شويه؟ وهي قالت له انها مش عارفه. وبعدها اما سالها لو انها على ميرام ردت عليه وقالت له فعلا. عينيها قفلت ووقعت على الارض فاقده للوعي. بعدها في المساء صحيت من الغيبوبه اللي كانت داخله فيها واتفزعت لما لقت جين شايلها على ظهره. صحيتي، انت فقدتي وعيك وانا شلتك. اما هي ففضلت تقول لي نزلها على الارض حالا. طيب زي ما انت عايزه. وبمجرد ما سابها وقعت على الارض، ويون اتصدمت جدا فهي ما عرفتش تحرك رجليها ولو شبر واحد. وجين قال هل دي هي مرتك الاولى اللي تعاني فيها من استنفاذ القوه السحريه؟ كان باين انها مش عارفه، فشرح لها ان استنفاذ القوه السحريه هي حاله الانخفاض الشديد في سرعه استعاده الطاقه السحريه، وده بيحصل بسبب استنفاذها داخل الجسم. ولان يون ما كانتش عايزه تعترف انها مش عارفه المعلومه، قالت له انها عارفه ده بالفعل. هو كان عارف انها مش عارفه، فكمل وقال لها ان النتيجه انها مش هتعرف تمشي يومين، عشان كده يلا بينا، ولا انت عايزه تقعدي هنا للابد؟ فما كانش قدامها اي حل الا ان تسيبه ويشيلها. وقتها سالها لو انها تستمر في استعمال القوس. انا متاكد ان انت كمان حسيتي بده، ويقصد الطاقه اللي لسه مش عارفه عنها حاجه. يون اتدربت على القوس بس، لكن النهارده اطلقت العنان لموهبتها من غير وعي، فهي بتمتلك قوه قادره ترفع من قدراتها بشكل كبير طالما في موصل لقوتها السحريه دي. فقوتها عباره عن سيف عظيم قادر يقتل مئات الوحوش وحتى الشياطين البشريه بضربه واحده. تعتبر امراه لا مثيل لها في حرب شامله واسعه النطاق، فيوم بقدراتها دي تعتبر لورد ساحه المعركه. بالعوده اليوم مره تانية كانت متضايقه على الاخر، وقالت له مين هو اصلا عشان يسالها سؤال زي ده. اما هو فقال لها انهم لسه عندهم طريق طويل يقطعوه. بعد ما مشي حبه كمان نزلها وقال لها ان هو شايف بوابه هناك، وطلب منها تدور على طريقها من اول هنا. طلبت منه يستنى وان ما ينفعش يمشي كده، اما هو فكمل مشي وقال لها وداعا لان هيحصل حظر تجوال قريب. ويون قعدت تطلب منه كتير ياخدها معاه. الفتره اللي بعدها خبر ان يون اتعرضت لشيطان بشري اتعرف، وان الشيطان البشري ده كان سفين. محدش كان متوقع يكون هو، وكانوا مستغربين ان منظمه كيوب ما اتكلمتش بالتفصيل عن الامر ده. في الوقت ده جين راح عند بوابه، واما فتحها لقى كيم سوهو بيرحب بيه، وهناك كان معاه يو وشين وهورا، بالاضافه لشخص ثالث اسمه عمال يتغير فهنذكره لاحقا. والمهم ان جين لاحظ اجتماع العديد من الشخصيات المهمه. اليوم السابق لحادث نادي الصيد، جين وصلت له رساله على ساعته رقميه، وكان كيم سوهو اللي طلب منه طلب ما كانش فاهم اللي عايزه فساله. وكيم سوهو قال انت عارف الحادثه اللي اختفى فيها العديد من الاطفال، الكيوب كلفنا بالتحقيق في الحدث ده، وده عشان نمنع استدراج اي قوه خارجيه. وما فعله الكيوب تحديدا هو انه اختار عدد قليل من المتدربين لمهمه التعقب الجاني، والشخصيات اللي
بتمثل فريق التعقب للعام الاول، هما كيم سوهو وشين ويون. فهموا ان كيوب نفسه هو كمان هيجري تحقيقاته الخاصه، ولكن لان في احتماليه كبيره جدا ان يكون الجاني متدرب، قالوا هيكون من الاسهل لو تم تعقبه من الداخل، يعني طلاب زيه هم اللي هيدوروا عليه. مع ان جين كان باين عليه منزعج من كيم سوهو، الا ان كمل كلامه معاه وعرفه ان فاهم اللي قاله. لكن قول لي ايه هو سبب اتصالك بيا؟ وكيم سوهو قال له ان السبب حاجه واحده، انت تمتلك عيونا جيده بتقدر تشوف من مسافه بعيده، ويعني ممكن تقول ان الطالبه يون اوصت بيك. عموما يا جين احنا محتاجين مساعدتك. ده كان الكلام اللي قاله له في اليوم السابق، لكن دلوقتي هو وصل له، وكل اللي جين كان بيفكر فيه هو انه ممكن يحصل على نقاط قصه بعد ما ينتهي من المهمه دي. وقتها كيم سوهو بص للجميع وقال لهم ان قبل ما نبدا انا عايز اشارك نظريتي الاول. انا مش بعتقد ان الجاني هو نفسه الشيطان البشري اللي هاجم يون، لكن شخص دب برجله جامد وكسر المدرج. طلع شن واحد من الشخصيات الرئيسيه، واللي مخليه متضايق كده هو ان كيم سوهو ذكر اسم يون بطريقه تبين انهم مقربين جدا. كيم سوهو معلقش، وبعدها قال على اي حال متهيالي في احتمال كبير جدا ان يون تبقى الهدف التالي للشيطان البشري، وذكر ان الشياطين البشريه بيتبعوا اوامر الشيطان اللي تم التعاقد معاه. وبما ان كائن شيطاني السادس سفين وفشل في القضاء على يون، فده بيخلينا نقول ان في شيطان بشري تاني تم التعاقد معاه مع نفس الشيطان، وبالتاكيد هيستهدفوا يون. وسأل الجميع لو انهم عندهم شكوك حوالين شخص معين، شخص عارفينه بيتصرف بغرابه. صاحبنا جين كان عارف الجاني وكان بيعتقد ان لو كشف عنه بتهور فكده ممكن الوضع يبقى خطير، واللي كان بيعمله هو انه فضل مستني لحد ما الجاني يكشف عن نفسه. ولكن بما ان في الروايه الاصليه ظهر 6 ضحايا خلال شهرين، حصل اختلاف كبير في احداث الروايه الحاليه، لان اختفى 3 اشخاص في خلال اسبوعين بس. وعلى الوتيره دي في احتمال كبير جدا يظهر المزيد من الضحايا، وانا لا اريد ان اشاهد اي خطر يلوح في الافق. مش هقدر استحمل واستنى لحد ما القصه تتطور. استمعوا الي، لدي شخص واحد في عقلي، قائد نادي الاكاديميون المعروف به يون. انا بقول لكم ان ده هو الشخص المشبوه. وقتها كيم سوهو قال له ان يون عنده عذر، وانهم حققوا من الاشخاص اللي كانوا مقربين من الضحيه الاولى. وقبل ما يكمل كلامه جين ساله ماذا لو ذهبت الضحيه نفسها الى هيون من تلقاء نفسها. وقتها شين اتدخل بانفعال، هل عايز تقول ان هيون استدرج متدرب اعتمادا على سحر العقل؟ وجين قال له ده صحيح، وهينفع فعلا تنفيذه لو السحر العقلي كان منتظم. وقتها كان لسه هيكمل كلامه، لكن المتدربه يو قطعته. غريب يا جين، انت بتشك في شخص قلنا بوضوح ان عنده حكه غياب غير انه اصلا قائد النادي، وانا اعتقد ان في فرصه عاليه جدا تكون انت الشيطان البشري. اتهمها ليه فجأه، وكيم سوهو هو اللي رد عليها. لكن يا يون جين هو كمان عنده عذر، فهو استخدم بوابه في وقت قريب جدا من الجريمه، وكون البوابه بعيد عن المكان ده بيبعد عنه الشبهات. وهي قالت انا كمان بقدم تخمينات زي ما هو عمل. وجود عذر زي تسجيلات البوابه دي حاجه ممكن اختلقها بسهوله، وشايفه انها اقل موثوقيه من عذر سينباي هيون. جين ما كانش مصدق ان هي مصره في اتهامها، واتفاجئ اكتر لما سمع صوت بيقول خلونا نضربه يمكن اما يتعرض لاصابات نشوف تغيير من الكائن الشيطاني. شين ابتسم بسخريه، وصديقه الاخر كان يراقب ما يحدث بتمعن. اما جين فكان حاسس ان الطاوله بتتقلب عليه. وقتها ما تملكش نفسه وضحك، وضحكه ده استفز هورا، كان عاوز يهجم عليه. لكن جين قال له ايها الابلع المجنون قرب مني وهصنع حفره في جبهتك. وقتها كيم سوهو قرب منهم ومنعهم، قال لهم ان ده مش وقت مناسب للقتال. وجين بعدها قال لهورا ان لو فضولي جدا فيروح ويسال يون. ففي اليوم ده انا وهي، وقبل ما يكمل الكره اتحدفت عليه، ما كانتش اصابته ووقعت على الارض بعدها. وبنعرف ان شين هو اللي حدفها. لماذا يخرج اسم يون من فمك القذر؟ وجين وضح له ان هو ذكرها لان هما الاثنين عملوا مع بعض وقت ما هجم عليها الشيطان البشري. لكن انت يا شين كنت مشغول بلعب الحيل الطفوليه. شين انفعل وكان هيهجم عليه، لكن زميله حاول يوقفه. وبعدها جين التفت الناحيه الثانيه وقال لهم ان هو عرفهم باللي بيعتقد انه الشخص الجاني. وقتها هو نده عليه، لكن صاحبنا ما عرهوش اهتمام وكمل مشي. وفجاه انزلق وكان على وشك السقوط، وفي نفس الوقت ده هورا اندفع ناحيته مستعد يوجه له لكمه. لكمته حطمت الباب، وجين اتفادى الهجوم عن غير قصد لانه وقع على الارض بسبب الانزلاق، واللي حصل صدمهم كلهم. وهورا سال جين ازاي يتفادى الهجوم. صاحبنا كان غضبان على الاخر وخرج سلاحه بسرعه وهو بيقول انه محتاج يتعرض للضرب. وفي نفس الوقت هورا هجم عليه، وفي اللحظه دي سيف قاطع نزل قدامهم، وطلع كيم سوهو اللي حاول يمنعهم. قال له هورا ان كده كفايه، واكد على يوم ما زودش كلام، وان لو مش متاكده ممكن تروح وتسال يوم بنفسها. ووقتها هي قالت له استنى لانه وصلت لها رساله فعلا من يون. اما جين فكمل مشي رغم ان كيم سوهو فضل ينده عليه، واللي يون كانت بتحاول تقول ليو هو ان جين مش الشيطان البشري. وقتها كانت دخلت معاها في مكالمه، وكلام يون عن جين كان مسموع للجميع. اما صاحبنا الناحيه الثانيه فنزل على السلالم وهو متضايق، وبعد لحد ما قرب من البحر وقعد على الارض من التوتر اللي كان لسه حاصل من شويه، مرتبك من التغيير المفاجئ في الاحداث. انا مش بس وقعت في الروايه اللي كتبتها، ده كمان بنخرط في خلافات عاطفيه مع الشخصيات اللي كتبتها بحب، وكان حاسس باليأس من كل حاجه حواليه، عايز يرجع لحياته الطبيعيه عشان يشوف اصدقائه وعيلته، يرجع لبيته اللي ما بقاش منه الا سنه واحده بس في العقد. وتساءل عن الكيفيه اللي بيمر بيها الوقت في العالم الاصلي مقارنه مع العالم داخل الروايه، وان لو الوقت بره ماشي طبيعي فهل كده يعتبر شخص مفقود؟ وماذا عن والدي؟ ماذا لو كانوا يبحثون عني؟ ماذا لو شعروا بالحزن بسببي؟ هل فعلا هقدر اخرج بره الروايه اللي كتبتها بايدي؟ وفي اللحظه دي ظهرت له نافذه وفيها اتكتب ان مثابرته ازدادت. ايها النظام الاحمق، انت تقتل الحاله المزاجيه التي انا عليها. رغم الظهور المفاجئ
الرسالة. جين حس بالراحة من ازدياد حالة المثابرة، فأزال الدمعة من عينه ووقف مجددا حاطط أمل إن اليوم اللي جاي هيبقى أحسن من اليوم اللي عدى.